اليوم بحبتين بطاطا مهروسين حضرت أطيب ميني بيتزا بطريقة كتير سهلة، بدون عجن وبدون تخمير، وشكلها كتير حلو وعجينتها كتير طرية. خلونا اليوم سوا نشوف كيف حضرتها. عندي حبتين بطاطا كبار قطعتهم، بحطلن رشة ملح وبتركن ينسلقوا. لازم البطاطا تستوي كتير منيح مثل ما شايفين. وهلأ بجيب جاد بحط فيه مكعب زبدة عبارة عن ملعقة طعام من الزبدة، وبهرس البطاطا وهي سخنة فوقها لحتى تدوب الزبدة عندي. فيكن تهرسوها حتى بالشوكة بيمشي الحال، بس أهم شي عندي تطلع ناعمة مثل ما شايفين. وهلأ رح أضيف 8 معالق طعام من الطحين وملعقة طعام من النشا وشوية بهارات وملح رح يظهروا عندكن على الفيديو. منقلبها ليختفي الطحين عندي كليا مثل ما شايفين بدون عجن، بس منقلبها تقليب تتماسك عنا. منحط على الكفوف على ايدينا شوي من زيت الزيتون. انا رح مدها بورق الزبدة، فيكن تمدوها بنايلون تبع المطبخ. انا رح شكلها دوائر مثل ما شايفين، بكل سهولة منشيلها كأنها عجين مش بطاطا. طبعا فيكن تشكلوها بايدكم بدون ما ترقوها ابدا. رح مد قطعة اكبر مشان فرجيكم. طبعا انتو فيكن تمدوا العجينة كاملة وتشكلوها، وانتو بتتحكموا بالسماكة تبعيتها. بكل سهولة حصلنا على العجين. أنا من حبتين بطاطا مسلوقين حصلت على 10 حبات، بس تركتهم شوي سمك. إذا رققتون أكتر بتحصلوا من 12 ل 15 حبة. مندخلها على الفرن من تحت مثل ما شايفين، فورا على الفرن حامي 10 دقايق بالضبط، ومنشيلها ومنقلبها بكل سهولة لأنه تماسكت وأخدت لون. وهلأ بحط صوص البيتزا. صوص البيتزا اللي عم بستخدمه موجود عندي على القناة. إذا مش متوفر فيكن تستبدلوه بكاتشب ورشة أورجانو، بس كتروا صوص لأنه بيعطيها طعمة كتير طيبة. وهلأ بالنسبة للحشوة فيكن تحطوا الحشوة اللي متوفرة عندكن. أنا رح حط تشكيلة بين الزيتون الأخضر والزيتون الأسود، ورح حط تشكيلة من المرتديلا عادية وحبش. انتو فيكن تحطوا فليفلة، فطر، ذرة اللي انتو بتحبوه متوفر عندكم. واخر شي على الوش بحط الموزاريلا. طبعا فيكن تستبدلوها بتشيدر او قشقوان اللي انتو بتفضلوا. وهلأ بنرجع مندخلها على الفرن مثل اول مرة من تحت فورا 10 دقايق، وبتدوب عندكن جبنة وبتصير جاهزة. بس انا حابة امر الوجه وهيدا اختياري. تقريبا 3 دقايق وبيتأمر الوجه، بيطلع شكلها باللي انتو شايفينه. بتمنى تجربوها وتقولولي رأيكم. لا تنسوا تدعموني إذا عجبكم الفيديو. ألف صحة وعافية.